اشكرك شكرا جزيلا. استاذ جمال جبر المسؤول الاعلامي في النادي الاهلي موجود معانا على التليفون. الو. طيب استاذ جمال. مساء الخير يا كابتن نادر. مساء الخير، اتفضل يا استاذ جمال. كان في اجتماع من الاطار لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن حسن حمدي، وفي بيان طلع عن المجلس بعد متابعه الاحداث اللي حصلت في بورسعيد. اسمح لي اني اقرا لحضرتك نص بيان يا كابتن. لا اتفضل يا استاذ جمال اتفضل. يأسف مجلس اداره النادي الاهلي للاحداث السيئه وغير المبرره التي صاحبت مباراه القدم بين النادي الاهلي والنادي المصري باستاد بورسعيد، وتلك الاحداث التي لا تمت للرياضه باي صله، خاصه انها تطورت الى هجمه شرسه على لاعبي النادي الاهلي وجهازه الفني والاداري والطبي وجماهيره المصاحبه لتشجيع فريقه في مباراه من المفترض رياضيه، ونتيجه لهذا الانفلات والتي لا يوجد له اي مبرر او سبب سقط العديد من الضحايا والمصابين الابرياء. والنادي الاهلي وهو يرفض كل هذه الاحداث يعلن الاتي: 1. اعلان الحداد لمده 3 ايام على ارواح ضحايا هذه الاحداث. 2. تعليق جميع الانشطه الرياضيه بالنادي. 3. التقدم بطلب عاجل الى السيد النائب العام للتحقيق الفوري للكشف عن ابعاد هذه الاحداث ومحاسبه المتورطين فيها. 4. رفع تقرير عاجل للمجلس الاعلى للقوات المسلحه ومجلس الوزراء لتتطلب مسؤوليتهم تجاه الضحايا واسرهم والمصابين. 5. عقد جلسه طارئه لمجلس اداره النادي الاهلي غدا للنظر في تداعيات هذه الاحداث. ومجلس اداره النادي الاهلي وهو يتقدم بخالص التعازي لاسر الضحايا يؤكد انه لن يترك هذه الاحداث تمر دون عقاب لمرتكبيها والحصول على حقوق جميع الضحايا والمصابين. كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. استاذ جمال يعني طبعا قطع الخط. الاحداث اللي بتحصل في ملاعب كرة القدم وبينتج عنها ضحايا للاسف